اهلا معاكم ساره، والنهارده هشارك معاكم وصفه حلوه قوي قوي للبان كيك. هتعجب الكبار والصغيرين، وفي نفس الوقت هنستفاد منها. نقدر نضيفها للاطفال في اللانش بوكس للمدارس، وكمان للكبار وهم رايحين الشغل في اللانش بوكس بتاعهم، لو خارجين او رايحين في مكان بعيد وعايزين ناخد اكل معانا في مصيف، في اي مكان انتوا عايزين تاخدوا اي اكل بسيط وسهل وسريع. فالبان كيك من انسب الحاجات اللي ممكن ناخدها ونحضرها باقل مجهود وباسرع وقت. هنبدأ أول حاجة بالمكونات اللي محتاجينها. محتاجين 2 بيضة ويكونوا بدرجة حرارة الغرفة، علبة زبادي الصغيرة مش الكبيرة، أو تقريبا بتبقى معلقتين مليانين كبار قوي من الزبادي، ربع كوباية من الزيت، نص كوباية من معجون البلح. ده بيكون بلح عادي جدا الأسمر، بنقشره ونشيل النوى طبعا، وبعد كده بفرمه كويس جدا بالهاند بلندر. مش عندي ممكن أضيف عليه معلقة أو 2 كده من اللبن، وأحطها في الخلاط وأضربه كويس جدا لحد ما يبقى معايا بيوري بالشكل ده. نكون مخزنين البلح عندنا في الفريزر. كوباية وتلت من الدقيق، وعليها معلقة صغيرة من القرفة، وأوقات كتير جدا بضيف عليها كمان ربع معلقة صغيرة خالص من الجنزبيل، بتبقى حلوة قوي. رشة ملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وفانيليا. على طول في طبق كبير هنبدأ نحط البيض، الزيت، الزبادي، والزبادي كمان لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة، وبيوري البلح برضو. كمان اي حاجة هنستخدمها في الكيك سواء بان كيك او اي مخبوزات لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة. هقلب المواد السائلة كلها مع بعضها كويس جدا. هضيف البيكنج باودر والفانيليا. انا كنت حاطه البيكنج باودر عليه الفانيليا، اما لو انتوا مش حاطينها على على البيكنج باودر زي ما انا عملت هنا، فاكيد هنضيفها مع البيض على طول. واقلب كل حاجه مع بعضها، وبعد كده هنضيفها على المواد السائله اللي قلبناها في الاول خالص. بعد كده هنقلب المواد كلها مع بعضها. زي ما انتم شايفين كده، انا بسيب معلقه تقريبا او معلقتين في النهايه عشان اشوف القوام بتاعي مظبوط ولا لا. القوام هتشوفوه واحنا بنحطه في الطاسه. فالبيض عندنا طبعا مش كل البيض بيكون نفس المقاس او نفس الحجم بتاعه. بيوريه البلح ممكن يكون حد ضربه زيادة شوية مع مواد سائلة زيادة، مش معجون كده زي ما انتم شايفين، مفهوش مواد سائلة كتير يعني. وهكذا الزبادي ممكن حد يكون زود زبادي اكتر من التاني. فالمهم عندنا القوام اللي احنا نوصله في النهاية. بس دي كل المكونات اللي استخدمتها معاكم وطلعت مظبوطة معايا زي ما انتم شايفين كده. هنسيبها تستريح تقريبا يعني 5 دقايق، وبعد كده نبدأ نسويها في طاسة سخنة على النار، على النار وسط. هنسيبها تسخن الأول، وبعد كده نمسح عليها بحبة من الزيت. هنسيبها تسخن كمان شوية. بعد كده نبدأ نضيف الخليط بتاعنا بالحجم والكمية اللي انتوا عايزينها. وبعد كده بظهر الكبشة أو بظهر المعلقة أو بأي حاجة اللي انتوا بتضيفوا بيها، نبدأ نعمل دوائر بالشكل ده. ده بيحدد الشكل بتاعنا وبتخليه يطلع مظبوط، الشكل دايرة يعني مظبوط على قد ما نقدر. هنسيبها على درجة الحرارة الوسط لحد ما نلاقي ان خلاص يعني هتبان قدامكم ان هي بدأت تستوي، وهتبان كمان ان في فقاعات بدأت تظهر على الوش. اول ما الاقي ان الفقاعات دي ظهرت على الوش، ده معناها ان خلاص بدأت تستوي. زادت الفقاعات معايا، هاجي كده بالسباتيلا على طرف البان كيك بالراحة خالص، هرفع حتة منه صغيرة، لقيت ان هي خلاص خدت لون من تحت، يبقى تمام. هقلبها على طول واسيبها تاني لحد ما تكون استوت من الناحية التانية وخدت لون كمان حلو. شايفين القوام هنا عامل ازاي؟ القوام مش خفيف قوي ولا تقيل قوي قوي، لا هو وسط بين البنين، بس هو تقيل شوية عن الوصفات البانكيك المعروفة يعني. ومن البانكيك اللي بحبه على طول ان القوام بتاعه بيبقى بالسمك كده، بحس ان هي بتبقى مظبوطة وفي نفس الوقت بيبقى طعمها حلو وبتبقى هشة وطرية. قدمتها بالشكل ده، حطيت حبة عليهم لبن مكثف محلى، وتقدروا تعملوه في البيت كمان، هيعلي القيمة الغذائية ومفيد جدا جدا. اكيد نقدر نزود معاه بلح اسمر، نقدر نزود عليه كريمة او كريمة تشيز، هتبقى برضو حلوة قوي. وده الشكل النهائي بتاعها. يا رب يكون عجبكم، ويا رب يكون استفدتوا من فيديو النهاردة. اقابلكم ان شاء الله في فيديوهات وصفات مختلفة، وسلام عليكم.